ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا جيت لكم بطريقة للترسة بالعجوة احسن بكتير من اللي بنشتريها من بره. يا ريت تنال اعجابكم طريقتي البسيطة، تحوز على اعجابكم ويا ريت ما تنسونيش في اللايك والشير وتعليقاتكم الجميلة. تعليقاتكم هتساعدني جدا بجد. يلا بينا نبدأ. هنا هنحط كوباية لبن، هنحط معلقتين سكر، هنقلب كويس، ندوب السكر، نحط معلقة خميرة كبيرة، برضه هنقلب كويس. هنا معلقة خل، وبرضه التقليب كويس، لازم التقليب، أهم حاجة التقليب. بعد كده هنحط بيضة. البيضة مش بتأثر خالص على زفارة العجينة، يعني مش بتخلي العجينة زفرة. هنحط هنا معلقتين زيت ونقلب كويس. بعد الزيت كده احنا نعتبر خلصنا السوائل، حطينا السوائل على بعضها. هنغطيها بفوطة نظيفة ونحطها على جنب عشان تخمر، عشان نتأكد منها. كده احنا هنجيب الدقيق، كيلو دقيق، حطينا عليه ذرة الملح، حطينا عليه معلقتين لبن بودر، وهنقلب برضو كويس. التقليب مهم خالص. كده هي الخميرة. هنحط الأول معلقة بيكنج باودر، معلقة كيك شيف، وهنقلب برضو، هنقلب الكيك شيف في الدقيق. وهنحط هنا الخميرة. بصي هنا الخميرة بانت انها ناجحة. كده هنعجن الخميرة كلها في الدقيق، هنعجن. خلاص انا هنا واثقة من المعيار بتاعي السوائل على الدقيق. كده ايه، انا واثقة ان هو بالظبط، يعني معيار اللبن وهو الدقيق حاجة، يعني ايه. هنا انا عمالة بعجن برضو، مش عايزة اوريكم خطوات العجن كلها، بس مش عايزة اطول عليكم. هنا انا طلعت بره الطبق، لان الطبق ضيق مش هيخليني اعرف اعجن كويس. حطيت هنا معلقتين زبدة او معلقة زبدة حسب المتاح. مفيش معلقة زيت، معلقتين زيت صغيرين. بس الزبدة بتفرق في العجينة، بتفرق. هنا لما تعجني هيحصل ان العجينة هتفتول من بعضها. ما يهمكيش، اعجني. هتعجني لغاية ما العجين يبدأ يلم معاكي، يعني نعجن وما نقلقش. بصي هنا تحسي ان العجين بدأ يلم، بدأ يلم. هو محتاج عجن كتير، يعني بياخد من 10 دقايق لربع ساعة عجن. لازم تعجني كويس، وتعجني بقى ايد ماسكة وايد بتعجن. هنا بصي انا برضو لسه هعجن تاني، يعني بصي العجينة سبتها ترتاح 5 دقايق ورجعت تاني اعجن فيها. ريحتها 5 دقايق بس ورجعت اعجن فيها تاني، يعني عجنتها 10 دقايق ورجعت تاني، سبتها ترتاح دقيقة ورجعت اعجن فيها تاني. هنا لميت العجينة لما لقيتها نعمت في ايدي وبقت كويسة. خلاص كده اجيب طبق بقى، طبق ادهنه زيت، هدهنه زيت، هدهنه كويس عشان ما يلزقش، وهدهن وش العجين بس، وفوطة نظيفة ونغطيه. هنا انا جبت العجوة، جبت معلقتين سمسم وهعجن بالعجوة. هنا العجوة انا سخنتها بمعلقة مية على النار،
هنا انا صبعت العجوة عشان ما اطولش عليكم. صبعت العجوة بعد ما عجنتها. هنا العجينة بقى هنا كانت خمرت. انا بوريكم كده انها خمرت. خلاص كده انا هنزلها واطلع منها الهواء، وابدأ بقى ان انا اعملها رول، وبعد كده اقطعها تقطيعة يعني قد البرتقانة الصغيرة، اكبر من البيضة حاجة بسيطة، لان كل ما تبقى التقطيعة صغيرة هي بعد كده بتخمر، ولما تخش الفرن بتكبر تاني، يعني بتكبر مرحلتين. فلما تكبريها وتيجي تسيبيها تخمر هتكبر، وبعد كده تخش الفرن تكبر اكتر، فمش تبقى حلوة يعني. وكل واحد برضو براحته، يعني اللي عايز، في حد بيعوز المخبوزات كبيرة، في حد بيعوزها صغيرة، في حد بيعوزها وسط، حسب ما انت تحبي، حسب راحتك انت. كده انا كورته وغطيته عشان خاطر ايه وشه ما يشققش. هوريكم كده 3 4 كده. انا بفردها مستطيل، وابدأ بقى ان انا احط رول، وبقفل على الرول ده، وأقفل كويس خالص عشان العجوة ما تطلعش. أقفل كويس، وأبدأ بقى إن أنا يعني أفركها كده، أكبرها، بحيث إن العجوة برضو تكبر مع العجينة، مش العجينة بس والعجوية. قفلتها زي الكحكة كده، وهبدأ إن أنا أقطعها نص قطعة كده من بره، أشرتها كده من بره. خلاص يا بنات، هوريكم واحدة تاني. برضو العجينة بصي طرية ازاي، لان انا خدمتها في العجن. احط برضو العجوة قد العجينة، ولما بفركها كده ايوه كده. اما بدورها كده بتطول معايا، والعجوة اللي جوه بتطول، يعني بيبقوا زي بعض، ما بتطلعش العجينة حتة فيها عجوة وحتة لا بتبقى كلها. بصي حتى تلاقي الشرط دي كلها طالع منها العجوة، كلها باين منها العجوة. واحدة تانية اهي عشان ما اطولش عليكم، والباقي هعمله وهرجع لكم تاني. كده برضو انا برضو بقفل جامد من الجناب ومن بره ومن جوه، بقفل جامد والف عليها كويس عشان العجوة ما تتحرقش، عشان العجوة لو طالت النار تتحرق. ايوه. وبعد كده بلمها كحكة، وبططها حاجة بسيطة كده ومنظرها كويس، وبروح مشرتها كده من الأطراف، حاجة بسيطة يعني ما توصليش لجوه. بصي العجوة باينة من كل ناحية. خلاص هعمل دول وارجع لكم. كده انا بعد ما خلصت خالص، ندهن بقى براحتك، انتي زي ما انتي عايزة تدهنيها بلبن ماشي، ببيض صفارة بيضة ماشي، وعليها شوية خل. انتي براحتك، في لبن وفي مية بنسكافيه، حسب ما انتي عايزة، حسب ما هترتاحوا يا حبايبي. انتوا ليكوا مطلق الحرية في القصة دي، هي أذواق في الحتة دي. بس لو عندك عيال ما بتحبش البيض، هيبقى دي فرصة يعني. بعد كده بتحطي السمسم مغذي خالص، نحط حبة سمسم كده من على الوش، حاجة بسيطة. يا رب يا رب يحسن ما بين ايديكم وتعجبكم الطريقة ان شاء الله. بس كده ندخلها الفرن واوريها لكم بعد ما تطلع. كده يا حبايب قلبي بعد ما طلعت، بصوا هشة ازاي، هشة وشكلها جميل. وبصوا العجوة باينة من كل ناحية، بصوا باينة من كل ناحية. ربنا يحسن ما بين ايديكم يا حبايب قلبي، ويا رب تنول اعجابكم يا رب. ويا ريت ما تنسونيش، لو عجبكم الطريقة ما تنسونيش في اللايك. مع ألف سلامة يا حبايبي.